السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم عليكم جميعًا، يا رب تبقوا كلّكم كويسين. أنا عارف الفيديو متأخّر شوية، قُلت أسيبكم أول أسبوع ل10 أيام في رمضان تعملوا اللي أنتم عايزينه من أكل لعزومات، اللي لازم منه الحاجات اللطيفة دي كلّها، وأنزّل لكم الفيديو ده كده بحيث اللي لسه ما بدأش diet أو لسه ما عملش حاجة في شهر رمضان يبقى عنده 20 يوم يعمل فيهم اللي هو عايزه، ويحقق فيهم الهدف بتاعه إن شاء الله، وهو بناء عادة صحية جديدة. فده بالنسبة لي أهم حاجة تطلع بيها بعد الفيديو ده حاجة واحدة، لو أنت ما استفدتش بأي حاجة من الفيديو تطلع بيها، وهي إن أنت تستغل شهر رمضان ده إن أنت تطلع منه مغفور ليك بإذن الله. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، فدي أهم حاجة. لو أنت ما طلعتش بأي حاجة مفيدة في الفيديو تطلع بالحاجة دي. يلا بينا نبدأ الفيديو إزاي تبني عادة صحية أصلا. لما نيجي نفكر في موضوع الأكل احنا بنفكر دايما في دايت أو ورقة دايت، هناكل 100 جرام صدور فراخ، هناخد 50 جرام رز، 10 جرام مكسرات، الوجبة الأولى الوجبة التانية. طب السحور بتاعنا 2 بيض بيض، أيا كان بقى اللي موجود في الفطار. فده اللي احنا عارفينه عن الدايت أو الحمية الغذائية. ما فكرناش ازاي ان احنا نبني علاقة كويسة مع الأكل ونبني عادة إيجابية مع الأكل، لأن احنا في خلال السنين اللي فاتت دي كلها علاقتنا بالأكل كانت علاقة، هاقول إنها شهوانية شوية، ليها علاقة بإن أنت بترضي حاجة جواك، إن أنت جعان عايز تاكل حاجة مسكّرة، عايز تاكل حاجة حرشة، عايز تاكل حاجة مقرمشة. فبالنسبة لك ده اللي كان داير دايمًا في دماغك، أو دي كانت علاقتك بين الأكل، مش هو أكل بيدّيني طاقة أو بيخلّي جسمي أحسن أو إن أنا باستفاد منه بصورة أو أخرى. يعني أنا دايمًا كنت شايف إن الأكل وسيلة مش غاية. يعني أنا كمُدرِّب أو إن أنا كنت باتمرّن، كنت شغوف بلعبة كمال أجسام شوية في خلال فترة من حياتي. موضوع الأكل بالنسبة لي كان دايمًا هدف، كان دايمًا حاجة أنا عايز أوصل لها، مش لمُتعة. كان بييجي أوقات إن أنا كنت باكل بسبب الdiets الشديدة، كانت بتبقى مُتعة الأكل. ممكن ما كنتش فاهم إن ده اللي كانوا بيوصّلوه لي الناس اللي حواليّا، الإعلانات. شكل إعلانات مثلًا البيتزا، شكل إعلانات المكرونة، الحاجات اللي بتخلّي ريقك يجري عليها، اللي هو أنا عايز أجرّب ده، لأ ده الشوكولاتة من المكان الفلاني، لأ المكان ده بيعمل الحاجة الفلانية بالطريقة، فأنت عارف أنت بيفكّرني بأشرف عبد الباقي اللي هو يا أكل. ف دي المشكلة اللي إحنا بنواجهها فعلًا، إن الموضوع هنا برمجة في الدماغ قبل ما ندخّل حاجة هنا. لو أنت عندك مشاكل مع الأكل أو شراهة في الأكل أو علاقة نفسية بالأكل، فأنت نصيحة مني استشير طبيب متخصص في المجال ده، يقدر يوجهك صح. لو انت بتاخد ادوية نفسية برضو استشير طبيب ان هو يقدر يوجهك في الموضوع ده، او استشير اخصائي تغذية ليه علاقة زي ما نقولوا الايموشنال ايتينج، او ليه علاقة بالاكل العاطفي، لان دي مشكلة وليها حل، بس انت تحط ايدك على المشكلة وتحاول تحلها. فهي الفكرة كلها في برمجة الدماغ دي. فانا في الشهر ده انا بالنسبة لنا ان الاكل فيه فطار وممكن وجبة وممكن سحور او whatever اللي انت ماشي عليه او اللي انت متعود عليه. فبالنسبة لنا نحاول ننظّم ال3 وجبات دول أو الوجبتين أو ال4 وجبات دول ببناء عادات أو تكوين للوجبات صحّي شوية، بحيث إن أنا أطلع ممكن سُكّري أقل شوية، أنزل في الوزن شوية، إن أنا أبني عادة صحية تكمّل معايا، عشان بعد كده زي الinfluencers اللي أنت بتشوفهم، زي اللي بياكلوا أي حاجة وناشفين وجامدين وكل الكلام ده. الناس دي مشيت على diets قاسية كتير، عملت حاجات بنت أساس قوي، عشان بعد كده لمّا ييجي ياخد حتّة كنافة أو ياكل نُص صينية الكنافة بالنسبة له، هو أساسًا already دهونه قليلة، هو سُكّره مضبوط، هو دنيته هو صحّي، هو ما عندوش مشكلة لو يوم كامل بوّظ، لإن هو بقى له كتير على ده، بقى له كتير كويس، بقى له كتير محافظ. فهي دي الفكرة. أنا لمّا زدت في الوزن يعتبر أنا لسه راجع الgym، أعمل comeback للمرّة السادسة تقريبًا ليّا. أنا كنت لمّا زدت في الوزن زدت على فترة سنتين، فأنا ما خدتش بالي غير يعني اللي هو بنيت عادات سيئة جدًا مع الوقت، ما عارف أنت اتسرسبت زي ما بيقولوا، فدي أدِّت إلى زيادة الوزن. فأنا لأ، لازم ألِم الدنيا. خلاص أنا كمُدرب ممكن أبقى قاسي على نفسي شوية عشان الframe يبقى 3 شهور أو 4 شهور في الtransformations بتاعي، بس أنت مش شرط إن أنت 3 شهور تبقى سهر تتحوّل. الفكرة كلّها كواحد عادي بيحب الأكل أو إن هو متعوّد على حاجات كتير أساسية، لمّا آجي أخبطك كده في الأساسيات بتاعتك وأغيّرها مرّة واحدة،
يا هتكمّل شوية وخلاص يا نَفْسك هتضعف، يا هتزهق، يا هترجع تاني تزيد في الوزن وتبدأ الcycle من جديد. فالموضوع كُلّه عارف أنت شبه قطع الpuzzle كده، تبدأ إن أنت تحُط شوية حاجات جنب حاجات، فبتبني عليها حاجة، فبتطلع بالدور التاني والتالت وهكذا. فده اللي أنا عايز أقوله في الفيديو ده، بناء عادة صحية. طيب ابدأ إزاي؟ أول حاجة سُنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطار إن أنت تفطر بمَيّة أو بتمر أو كليهما وتصلي المغرب وتكمّل. طيب المَيّة أول ما تشرب مَيّة بدل العصير، لإن العصير يعتبر سُكّر سايل، فسعرات كتيرة أوي ممكن 400 800 سعر داخلة عن طريق الفم بصورة سريعة جدًا، فبترفع السُكّر. مش هاقول لك الأنسولين spike والجو ده، كده الأنسولين لازم يعلى عشان يدخّل المغذيات دي جوّه الخلايا، عشان ما نعملش بوظ الأنسولين والكلام ده. طيب أنت لمّا تعمل كده أنت already أول حاجة هتحس إن أنت جعان أوي، خدت سعرات كتيرة أوي في دقيقة أو أقل من دقيقة، غير إن أنت لسه ما بدأتش في الأكل. طبعًا السفرة عليها ما لَذ وطاب من المقرمشات ومن المقليات ومن كل اللي أنت في دماغك، وكل بقى أنت محروم يا راجل، أنت صايم 15، 16 ساعة، أنت لازم زي ما بيقولوا في المصريين أنت هفتان فبتقوي نفسك، تقوي نفسك يا راجل حرام عليك. تقوي نفسك ب6000 كالوريا يا راجل في وجبة 6000 مش كده يعني. لأ، أنا آسف على الانفعال يعني، بس خلّينا نتكلم بصراحة. أنت ما كنتش في مجاعة. عادي. ال15 ساعة صيام اللي أنت عملتهم ومع الشغل بتاعك، أنت ما كنتش جاي من مجاعة. أنت جسمك already بينزّل الأنسولين شوية في الدم، بيبدأ بقى يقول للكبد ده طلّع لي كده الجلايكوجين اللي جوّه ده نكسّره نطلّع منه سكر عشان نكمّل اليوم. دي عملية حيوية معقدة فمش هاشرحها، بس تبسيط مخل كده، اللي هو حاجة تدّيك طاقة. أنت already عندك مخازن طاقة في العضلات، في الكبد، عندك مخازن دهون، ده الدهب بتاعك زي ما بيقولوا يعني الدهب بيغلى، وأنت بسم الله ما شاء الله قاعد تغلي في الدهون بتاعتك، يعني ما تقولش دهب، خِف من الدهب بتاعك شوية يا راجل. فأنت عندك already طاقة وفيرة جدًا، وفرة من الطاقة حواليك في كل مكان، في التلاجة، في جسمك، في الفريزر بتاعكم. فالفريزر ما هي تلاجة إلا ما والله علينا. نفس المعنى، ايش فإحنا هذا؟ عندنا وفرة كبيرة جدًا في السعرات حوالينا، يعني مش هنحتاج كل ده عشان جسمنا يقوم بالوظايف بتاعته العادية. الذكر البالغ محتاج حوالي 2000 سعرة، أنت بتدخّل 2000 سعرة كلها في عصير وشوية حاجات كده جنب الفطار. أنت جسمك محتاج أكل موزون عشان يقدر يقوم بالوظايف بتاعته بصورة سليمة، عادي. وتعيش حياة إلى حدٍ ما زي ما نقول بحياة صحية بعيدة عن أمراض زي الكوليسترول، ضغط الدم، السكر، إلى آخره من الأمراض اللي ممكن تعملها. فأنا عايزك تستغل رمضان، لإن رمضان يعتبر أنت صايم إجباري، فالسكر في أقل مستوياته. لو مارست رياضة فده هيكون كويس جدًا ليك. لو إن أنت بدأت إن أنت تتبنى موضوع إن أنا أكلي يبقى مشوي من الأكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، اللي أنت بتاكله في العادي، اللي هو فراخ، سمك، لحمة، أيًا كان من أنواع البروتين الحيواني أو الغير حيواني. لو البروتين بتاعك نباتي، طريقة طبخ الأكل ذات نفسه هي اللي بتبقى فيها المشكلة. إحنا متعودين إن الحاجات تبقى مقرمشة، فيها زيت كتير، فيها دهون عالية كتير. أنا ما عنديش مشكلة مع الزبدة أو السمنة بالكميات محسوبة ومعقولة، بس أنا عندي مشكلة مع الحاجات اللي بتبقى fried كتيرة جدًا، الحاجات اللي بتبقى كمياتها over عن الزيادة عن اللزوم. أنت مش محتاج كل السعرات دي. يعني تبدأ فطارك زي ما قُلنا بالمَيّة، بالتمرة، تكسر صيامك على تمرة إلى 3 تمرات. بعد كده هتبدأ بالألياف بتاعتك، السلطة اللي موجودة أو الخضروات اللي موجودة مع قطعة البروتين. وأهم حاجة امضغ بالراحة وكُل بالراحة، ما تزلطش. لو زلطت وقعدت تاكل فالشراهة عندك هتزيد، فهتحس إن أنت محتاج تاكل، جعان، في هرمونات الجوع والشبع عندك متلخبطين، فهتاكل أكتر. فهتلاقي إن أنت مخلّص فطار مش قادر، عارف أنت اللي هو خلاص أنت already كل الدم كله في المعدة، أنت في حالة طوارئ، المعلم واكل نُص خروف، أنت يعني اهدى. فالمعدة بتبقى مليانة على الآخر، ففي حالة طوارئ في الجسم، فاللي هو في قلق بقى، أنت قاعد مبهنس بقى، بنسميه حالة البهنسة، بهنساوي أو عادي. هريدي. خلاص أنت في صافي تراويح أنا ما عايز خلاص أنت لا، والنصيبة إن أنت ممكن تبقى قاعد بتاكل حلو، يعني أنت قاعد شبعان وبتاكل حلو. فهي دي مش هاتكلم على الأضرار بتاعتها فيما بعد، بس أنت already عارف إن ده غلط. ما فيش طريقة تجميلية تانية أقولها لك، بس اللي هو حرفيًا أنت بتودي نفسك في داهية. طب تاكل إيه؟
أنت عندك البروتين بتاعك كويس جدًا تاكل منه، مش لازم تقوم من الفطار شبعان 100% ومالي التانك للآخر. حاول تقسّم الوجبات بتاعتك وجبتين ما فيش مشكلة لبعد التراويح أو لو أنت بتتمرّن بعد التمرين. السحور بتاعك أنت مش داخل مجاعة، السحور بتاعك حاجة تشبّعك وحاجة تكون مفيدة، عندك زي الزبادي، عندك الجبنة القريش، عندك البيض، ممكن إن أنت حتى الفول كويس جدًا فما فيش مشاكل، في بدايل كتير ممكن تدخّل شوفان، كارب مُعقّد، يعني في حاجات كتير جدًا، البطاطس كويسة جدًا لو مسلوقة أو مشوية، فده هيكون اختيار كويس جدًا ليك في السحور. ففكرة التلقيط والحلويات والبناء العادات الغير سليمة في رمضان وغير رمضان هو ده اللي بيؤدي لزيادة الوزن مع التقدم في العمر. فالمشكلة في البناء، عارف انت الأرض اللي انت واقف عليها مش ثابتة عشان تاكل اللي انت عايزه. عايز تاكل اللي انت عايزه فعلا لازم تبدأ تحرم نفسك تدريجي، لأن هو الموضوع مفيهوش تجميل أو مش هجمل لك الموضوع. يعني أنا بحاول على قد ما أقدر أخلي الموضوع بسيط وفن ولذيذ، بس هو للأسف هو الموضوع ما دام انت وصلت لحد هنا هو الموضوع مفيهوش تجميل. لازم أقولك الحقيقة في وشك. لازم تريستريكت شوية حاجات في الأكل بتاعك، لازم إن أنت تحط لنفسك قيود، لازم إن أنت تقيد النفس وتقيد شهوة النفس على قد ما تقدر عشان توصل لجسم إلى حد ما طبيعي، عشان بعد كده لما تيجي تاكل حتة الشوكولاتة أو حتة الكنافة ما يبقاش عندك تأنيب ضمير إن أنت بتاكل حاجة زي دي فتزود منها فتاكل كتير. أهم حاجة اتحرك، مارس رياضة، كل باعتدال، ابدأ بالبروتين بتاعك، ابدأ بالخضروات، بعد كده النشويات المعقدة، الرز، بلاش مكرونة عشان مواضيع الجلوتين والدقيق، ما عشان نتكلم في المكرونة. كل رز براحتك مفيش مشاكل على حسب السعرات بتاعتك الموجودة. لو انت بتزيد او تخس رمضان شهر ان انت تزيد او تخس فيه عادي مفيش مشاكل. هو كلها حسبة سعرات داخلة سعرات خارجة وتظبيط الهرمونات بتاعتك، فدي اهم حاجة ان انت تعملها بجد في الشهر ده. متنساش أهم حاجة العبادة بتاعتك دي لازم تكون أولوية عندك. ابني عادة صحية جوه دماغك، جوه برمجة دماغك عشان تقدر تكمل عليها بعد رمضان. وبس كده، أنا عارف إن الفيديو متلخبط شوية بس أنا حبيت إن أنا بجد أطلع أحكي معاكم بدون سكريبت بدون أي حاجة. بس ده الفيديو.